برج العقرب، يا سلام عليك يا عقرب الشهر ده. ما شاء الله، الشمس في بيتك ال11 على برج العذراء. شمس العذراء دايما شمس خفيفة عليك، لا هي حر ولا هي برد، دايما عاملة لك اعتدال. استنى معاها تحقيق أمنية يا برج العقرب هذا الشهر. عندك تحقيق أمنية وعندك فترة من الهدوء وعندك سماع أخبار حلوة قوي يا عقرب. برج العقرب من ملوك الأبراج في شهر 9، خصوصا مع شمس العذراء اللي دايما بتكون خفيفة عليك وبتكون هينة عليك وبتكون جميلة عليك. عقرب والعذراء دايما أصدقاء، دايما تلاقيهم متفاهمين وفي بينهم وبين بعض صلة محدش عارف ايه أصلها من فصلها. برجك الشمس في بيتك ال11 بيت تحقيق الأمنيات، بيت الأخبار السعيدة. عندك أخبار هتكون موجودة على الملأ وبصوت عالي، وأخبار تانية أنت هتخبيها على من حولك وهتحتفظ بيها لنفسك ولأهل بيتك. عندك فترة من المصالحات وفترة عظيمة يا برج العقرب من الرومانسية والتصالح، خصوصا على صعيد العلاقات العاطفية. عندك فترة حلوة جدا من الفلوس إن شاء الله بإذن الله. الأموال أموال، أنا ما بحبش أقول كلمة فلوس قوي علشان بحس إنها جاية من الفلس، فأحسن نقول المال أو نقول النقود علشان تكون فيها طاقة حلوة وتكون فيها طاقة من الرفعة، ونقدر بيها نسدد ديون، ونقدر بيها نعمل عقود جديدة، ونقدر بيها نبتدي أعمال جديدة أنت كنت عايز تبدأها يا برج العقرب. برج العقرب الفترة اللي جاية عندك إن شاء الله بإذن الله استشفاءات عظيمة. الناس اللي كانت بتعاني من بعض الأمراض غير مزمنة عندهم استشفاءات. الناس اللي كانت بتعاني من التخمة أو من السمنة شوية هتبتدوا تحافظوا على نفسكم جدا، وهتبتدوا تهتموا بنفسكم مع شمس العذراء. الفترة اللي جاية فترة فيها خير عليكم جدا جدا يا برج العقرب. على الصعيد العملي قلنا عندكم توقيع لعقود جديدة، وممكن في منكم كمان يكون في انتظار ترقيات أو في منكم مستني تقييمات سنوية. برج العقرب من الناس اللي عندها خير إن شاء الله جدا 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 على الصعيد المهني، والناس اللي كانت مستنية تبدأ مشاريع جديدة يلا عندكم من يوم 5/9 يلا بداية المشاريع الجديدة. تقريبا القمر هيكون موجود عندك يا برج العقرب من يوم 9 أو من يوم 10 سبتمبر، فده طبعا هيديلك دعم كمان قوي جدا جدا لأنه القمر هيكون موجود في بيتك الأول. نحذر من يوم 13/9 فقط، يوم 13/9 من الأيام اللي ممكن تكون فيها شوية صعوبات عليك يا برج العقرب على كل الأبراج. أما من يوم 15/9 حتى يوم 19/9 دي فترة ممكن تكون صعبة، فترة تقيلة على الكل لأنه هيكون فيها خسوف جزئي للقمر، فالخسوف ده بيأثر علينا كلنا سلبا، بيأثر على روحنا الداخلية أو على نفسنا، بيخلينا نحس بالتعب، بيخلينا نحس بالغضب، بيخلينا نحس بالعصبية الشديدة. فممكن بس نحذر هذه الفترة، هم كام يوم بس اللي أنا بحذر منهم. أما انتقال الشمس في يوم 21/9 إلى برج الميزان هيكون في بيتك ال12، هنا بحذر شوية لأنه بيعمل تربيعة فلكية عليك شوية برج العقرب. فمن يوم 21/9 ممكن تبتدي تحذر في جميع الأحوال، ممكن تبتدي تخلي بالك بس من حالك، تبتدي ان انت تركز اكتر مع من حولك، ابتدي ركز مع اطفالك الصغار في البيت او مع اخ صغير او مع اخت صغيرة، او ابتدي ركز مع حد لو انت صاحب شركة او مدير، ركز مع الناس اللي تحتك اكتر علشان الدنيا تمشي معاك بصورة افضل ان شاء الله. بحذر فقط من اول يوم، بقول يوم 13/9 هيكون يوم صعب. اما فيما يخص من اول 15/9 لحد يوم 19/9 4 ايام برضو نخلي بالنا منهم. بعدين عندك ان شاء الله يوم 20 ويوم 21 من الايام الكويسة معاك يا برج العقرب. اما من يوم 21 انتقال الشمس من العذراء الى الميزان ده ممكن يعمل ضغط فلكي عليك. اما وجود الزهرة في بيتك ال12 ده ممكن يعمل برضو شوية ضغوط فلكية عليك، لكن برضو الدنيا هتعدي معاك بسرعة يا برج العقرب. انت من الابراج القوية اللي بتقدر تتحمل الدنيا شويتين 3 4. برج العقرب عندك ان شاء الله باذن الله الفتره بتاعت شهر 9 دي حاول تستغلها قدر الامكان وتصل بيها للحته اللي انت عايز توصل فيها ان شاء الله من المكاسب ومن الخير ومن السعاده يا برج العقرب اللي انت بتتمناها. ناخد حذرنا في اخر 9 ايام من الشهر. انا حذرت من 4 ايام في نص الشهر بس، دول اللي نخلي بالنا منهم وبس. مجرد ما بنعديهم الدنيا بتعدي معانا تمام وكل حاجه بتكون زي الفل ان شاء الله. برج العقرب بتمنى لكم شهر سعيد، خير، كله بركه وكله سعاده. عندك تحقيق أمنية يا برج العقرب وعندك أخبار سعيدة، وأرجوكم ادونا البشرات في التعليقات وقولوا لنا إن شاء الله بإذن الله إيه الحاجات الكويسة اللي انتوا في انتظارها.
كان معاكم سارة فودة، خبيرة الفلك والتاروت والطاقة. سلام.